السلام عليكم، واش راكم غالياتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وفرحانين. اليوم حبيت نشارك معكم وصفه تاع بوراك التركي اللي كامل نحبوه، خاصه في شهر رمضان الكريم. جبته لكم باسهل طريقه بدون تعقيدات، يجي بزاف بنين ويجي مورق لداخل، وصدقوني راح تجربوا الوصفه وراح تعجبكم، وخاصه الحشو يجي ما شاء الله. لاول مره تزور قناه نقولها مرحبا والف مرحبا، واللي مازال ما اشتركتش نقولها حبيبتي لازم تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك جديد الوصفات. كما راكم تشوفوا راني قسمت البوراك تاعي، جاب خفيف وبنين، جاء روعه. البنات ما تسرعوش الفيديو باش تشوفوا هاد الوصفه خطوه بخطوه، ما تروح لكم حتى خطوه باش تنجحوا في الوصفه ويجيكم البوراك هايل. وقبل ما تروحوا تشوفوا الفيديو البنات ما تنساوش تحبطوا ديروا لي جيم للفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس، وهكا تعاونوني يعني باش يطلع لي الفيديو. كل ما ديروا لي جيم كل ما يطلع الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، وبارك الله فيكم. راح نروحوا للوصفه والمقادير، نبداو على بركه الله. هنايا جبت صدر دجاج، انا هنايا شريته هكا يعني كان عندي في الفريجيدار، ما شريتوش، كان عندي متوفر عندي هذا. واللي حبيت تشريه واجد عاشي تقدر تروح يعني تشريه واجد عاشي. انا رحيته هنايا، لازم يكون الدجاج تاعنا مرحي، ما يكونش قطع. بعد ما نرحي الدجاج تاعنا راح ثاني نقطع حبه بصل ونرحيها تكون ماشي مرحيه كامل، المهم مرحيه مليح. هنا راني نرحي في الدجاج، راح نحطه في طبسي ونزيد نجيب البصل كيما قلت لكم. راح نبداو نحضروا. اول حاجه هي الحشو. في مقلاة راح نروح نحط 4 مغارف تاع زيت نباتي، راح نحط حبه بصل تكون ماشي كبيره وماشي صغيره كامل متوسطه. راح نحط البصل تاعي يتقلى ونغطيه شويه يعني كي يبدا يذبل باش نضيف له الدجاج. راح ندير صدر تاع دجاج، يعني راح ديروا الدجاج حسب افراد العائله، يعني حسب يعني عدد الافراد. انا هنا درت صدر دجاج. بعد ما يذبل البصل هنا غطيته، بعد ما يذبل راح نضيف له الدجاج تاعي ونبدا نضيف لي زيبيس. هاد الحشو يعني كاين اللي يحب يديروه بالسلق، كاين تقدروا ديروه من بالسلق وحده، ماشي لازم الدجاج. اللي ما عندوش دجاج يقدر يديروه غير بالسلق. هنا حطيت الدجاج وراح نبدا نضيف لي زيبيس. راح نضيف الفلفل الاسود، نضيف الفلفل الاحمر. يعني انا حنقول لكم لي زيبيس اللي تقدروا ديروهم وانتم تخيروا. ونضيف توابل خاصه بالدجاج، ونضيف الزنجبيل والكركم. هادو هما يعني. واذا درتو فيونداشي ديروا توابل خاصه باللحم، مام الفيونداشي تقدروا ديروه بالفيونداشي يجي ما شاء الله. هنا سكرفشت حبه بطاطا كبيره باش نزكي هذاك الحشو، يعني باش يزيد لي. درت حبه بطاطا سكرفشتها في الرقيق، ولا تقدروا تغليوها ولا كما تحبوا. واللي يحب يدير زروديه تانية يقدر يدير زروديه مسكرفجه. راني عطيت لكم خيارات وانتوما واش حبيتوا ديروا. هنا بعد ما يذبل معايا الخليط تاعي راح نضيف الفخوماج. هنا درت 3 مثلثات. بعد ما طيب البطاطا تاعي ويعني الدجاج يدخل لهم طياب مليح، راح نضيف الجبن. ونضيف كأس تاع كريمه سائله. اللي ما عندهاش كريمه سائله تقدر دير الحليب، باش يجينا الخليط تاعنا شويه مشمخ، باش يجي الداخل يعني الحشو يكون مشمخ ما يكونش ناشف. كون ما نديروش هذه الخطوه راح يجينا البوراك تاعنا ناشف الداخل، راح نضطروا انه لازم نديروا صلصه. انا درت كلش هكا باش بعد ما ندير حتى صلصه. انا اضفت المعدنوس ونخليه شويه مشمخ الحشو تاعي من نشفوش كامل. راح نحضر هنايا العجينه. حطيت كاس حليب دافي وحطيت كاس ماء دافي. راح نحط ملعقه كبيره تاع سكر عادي، وراح نحط ملعقه كبيره خميره الخبز. هاد المقادير راح تعطي لك كميه كبيره، يعني راح تاكلوا توكلوا ويشبع الله يبارك. هذا يعني كي ديروه. هنا درت نصف كاس تاع زيت. بعد ما يعني يتفاعلوا الخميره والحليب مده نخليهم 5 دقائق يرتاحوا، وبعدها نضيف الزيت نبدا نضيف في الفرينه الكاس الاول.
الفارينه راح تكون حسب الفارينه تاعكم. انا هنايا نورمالمون اضف درت 4 كيسان وربع، المهم حتى تتحصلوا على عجينه تكون طريه. وهنا اضفت الملح باش ما ننساش، درت 2 مغارف صغار متوسطين تاع قهوه ملح. وراح نبدا نضيف الفارينه حتى تتلم معايا العجينه تكون طريه. وهذه العجينه ما تحتاج اني نعجنها بزاف، غير نرجعها برك ليس ونحطها تخمر. يعني ما فيهاش كامل تعب هذه الوصفه، وتجي بزاف هايله. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طميت العجينه تاعي راح كما راكم تشوفوا مانيش نعجن فيها، نعجنها مده 2 دقائق برك قيس ما تولي لي رطبه من الفوق. هذا مكان ونحطها تخمر معايا مده نص ساعه. والمهم يضاعف الحجم تاع العجينه تاعنا. بعدها نروحوا نخدموها. هنا شوفوني حطيتها تخمر. بعد ما خمرت راح نجي هنا نوزنها ونقسم الوزن على 10. هنا لقيتها انا كيلو 53 غرام، قسمتها على 10، كل وحده جاتني 117 غرام. هنا شوفوا قسمتهم. راح نديرهم كريات نحطهم في سنيوه يرتاحوا لمده 5 دقائق ولا 10 باش نقدر نفتحهم. انا يا ما طولتش بديت نفتح فيهم شويه تجيك ديفيسيل باش تحليهم. المهم هنا كما راكم تشوفون نحطهم في سنيوه نحطهم يرتاحوا ونبدا نشكل في البوراك تاعي. يعني صدقوني البنات يجي بزاف بنين. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وفهمتوا يعني طريقة كيفاش تخدموه. بعد ما نفتح العجينة تاعي على شكل مستطيل راح نجيب الحشو كما راكم تشوفون راني نحط فيه، ونجيب جبن هذاك اللي خاص بالبرجر ولا اي جبن عندك متوفر مبشور تقدري تسكرفجيه وديريه. انا درت تشيزي ولا ما بيش اسمه مامبا. قسمته شوفوا كيفاش درته. وراح نلويه. هنا قبل ما نبدا نلوي راح نجيب خليط بين الزيت والمارغرين. راح ندهن الورقه تاعي باش ما يجيش معجن لداخل، باش يجينا مورق. راح ندهن بهذه الطريقه ونلوي البوراك تاعي. البنات فضلا وليس امرا، اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم الفيديو، خلوا لي تعليقاتكم لانه تعليقاتكم بزاف تفرحني، نفرح كي نقراها. شوفوا هنايا كيفاش درت. مع الاول حطيتها في سنيوه ومن بعد كي شفت العدد ما راحش يجيني كيف بدلت السنيوه درتها في سنيوه واحده اخرى بنفس الطريقه. انا هذا هو الحلال تاعي اللي يحل مليح، الاخر ما يساعدنيش كامل. هذا الحلال تاعي القديم نحل به، شوفوا خير من الاخر. المهم بنفس الطريقه حليت شكل مستطيل وراح نحط الحشو ونحط الفخوماج وندهن الورقه تاعي بالمارغرين والزيت تسمى خليط. كاين اللي يديروه بنشا، انا ما نحبش طعم النشا في كلش. ما درتش نشا، درت غير هذا الزيت والمارغرين وجاني ولا اروع، جا بزاف خفيف وبنين. شوفوا كيفاش حطيتهم بهذه الطريقه. وبعدها راح نجيب صفار بيضاء درت لها شويه تاع حليب، راح ندهنوه من الفوق. ندهن يعني كامل البوراك تاعي من الفوق. وراح نقسمه كما راكم تشوفوا كما قسمته كما شفتوا في بدايه الفيديو. راح نجيب سكين نقسمه ثلاث اقسام. هو الفيديو تاعنا اليوم البنات، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا. عطيت لكم فيديو باش ديروا كميه كبيره من هذا البوراك وحشو ولا عجينه. من العجينه راح انا درت لي هاد السنيوه وزاد لي زوج كيفاش نقولوا زوج قطع طوال من البوراك. هنا بعدها راح نجيب الجلجلانيه نديرها في المنتصف والسانوج اللي تحب تزين، وكل وحده كيفاش تحب تزين الاكل تاعها. هنا هذا هو ندخلو للفرن على درجه حراره 180. كي يطيب لي من الاسفل نزيد نحمره من الفوق نخليه يطيب. وهذه هي وصفتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي الغاليات، دمتم في رعايه الله وحفظه. تهلاو في رواحكم، ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر. السلام عليكم.